الله الرحمن الرحيم. والله يا جدعان، الحمد لله. في مقدمة الفيديو الأول، أنا لسه جاي من الشغل. أنا اتفرجت يا جدعان على منتخب مصر. بالله عليكم، أنا كعماد السيد بيقول لي عماد أنت بتتكلم الكلام ده إزاي؟ بتكلم الكلام ده بقى عن إيه؟ يعني في واحد يقول لي أنت بس بتتكلم عن الرياضة وبتتكلم وفيه ناس فاسدين وناس مين اللي قال لك إن في ناس فاسدين؟ ده اللعيبة اللي وحشة. لا يا حبيبي، مش اللعيبة اللي وحشة. لازم إحنا كشعب لازم نكون واعيين، لازم نستوعب. ما انت ما استوعبتش يبقى انت عندك زهايمر في مخك. انت بقى عندك زهايمر في مخك. انا بشجع كوره من ايام الخطيب. انا وعدت طاهر ابو زيد والخطيب ومجدي عبد الغني لما كان بيلعب في كاس العالم 90. اقسم بالله، عارف الزمالك حاجه و90 ينفعها ببي اسمه ايه دوت عرفت نصار واحمد الكاس واسماعيل يوسف ولو مؤاخذه واشرف قاسم والناس دي. انا حافظ كوره من زمان، عمري ما شفت الاهانات اللي في الكوره المصريه بالطريقه دي. احنا غلبنا البرازيل، اتعادلنا مع البرازيل يا ربي، وكان جون زور البرازيل فازت بيه، ما كانش فيه فرق ياما. بس كنا طالعين بشرف، وكنا احنا كفايه. الشوالي قال لك ده ديت مصر هي السيليساو، هي البرازيل بتكفى عندي. قابلنا ايطاليا غلبناها، ناس محترمه، ناس شرفت الكره المصريه. انما انا طالب حاجه واحده بس، قطاع ناشئين. طلع يا عم، طلع يا عم. انت عندك ناس اساسا في الفسحايه بيلعبوا احرف من الناس اللي بتلعب. شغل المجاملات، شغل الفساد في الكرة المصرية ده لازم يرجع سبت، سواء من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة. دي ناس دي بتنهب، ناس بتسرق على قفا ناس. احنا كجمهور، هي دي بتمثل مين؟ الكرة المصرية بتمثل مين؟ أقسم بالله، أنا بقسم بالله وعلى الهوا، والفيديو ده هيروح لمسؤولين كتير. أنا كعماد ما بعرفش أقرأ. لو مسكت شباب ورياضة دخل لعيب يحفى. طب لو مسكت الحكومة اجيب الفاسد ده من تحت تقطيع غرب بالرجل امه، والسارق والناهب. ترى سعادتكم مرتباتكم انتم، يعني احنا بنعدي وبتعدوا علينا كده وانتوا رايحين الانديه بتاعتكم العربيات والبتاع وبتاخدوا ملايين. انتوا ما بتعملوش بملاليم، انتوا ما بتعملوش بيه. حسام حسن والناس ديت وابو تريكه والناس دي كانت بتاخد قروش. ان كان يكفى عندي كان الاهلي بيتغلب تقول الاهلي هيفوز، المنتخب فايز، اقول لا ده المنتخب هيجيب اتنين وتلاته. المنتخب دخل في جول